محدش يشتري خطوط اتصالات يا جماعه الفتره دي. نصيحه مني، محدش يشتري خطوط اتصالات. انا اشتريت خط اتصالات من اسبوع، تمام. جيت اعمل منه حساب فيسبوك، مرضاش يعمل حساب فيسبوك. جيت اعمل حساب اعمل منه واتس، مرضاش يعمل واتس. جيت اعمل حساب منه تيك توك، مرضاش يعمل حساب تيك توك، مع اني كنت شاري خط فودافون اول ما رجعت مصر قبلها بيومين 3، والخط فودافون اشتغل عادي خالص، مفيش اي حاجه. فرحت الفرع الاتصالات اللي انا جايب منه الخط، فقلت له المشكله كذا كذا كذا، قال لي تمام، يومين وهتتحل. عدى 3 ايام وعديت عليه تاني النهارده، بيقول لي دي مشكله في شركه اتصالات، مش عارف ايه اللي مأثر عليها وشويه هتتحل. طب انا مالي ومال الكلام ده؟ انت لما عارف الاول ان شركه اتصالات فيها مشكله، ومش مش انا واخد الخط عشان اشتغل عليه. يعني لو انت عارف من الاول ان الشركه فيها مشكله، ليه ما قلتليش وانا اختار ان انا اخد الخط ولا لا؟ انا واخد الخط عشان اعمل منه حساب واشتغل عليه، وانت كده عطلت لي شغلي. قال لي كمان يومين هتتحل، والمره اللي فاتت من 3 ايام قال لي برضو يومين وهتتحل. فنصيحه مني، مفيش حد يشتري خطوط اتصالات دلوقتي خالص.